السلام عليكم شباب، شلونكم اخباركم؟ طبعا الكل يسأل هل صحيح اكو ارباح من اليوتيوب وخصوصا بالعراق؟ البعض يعرف هذا الشيء لكن القليل يعرف منين تجي الارباح وكميتها. لذلك اليوم راح يكون شرح حصري لجميع تفاصيل ارباح اليوتيوب بالعراق والدول العربية. خليكم ويا الفيديو ولا تنسوا اللايك والاشتراك حتى نقدم لكم الافضل. اولا ارباح اليوتيوب تجي من الاعلانات اللي تظهر على الفيديوهات، منها قابلة للتخطي ومنها غير قابلة للتخطي ومنها بطاقات اعلانية. لكن السؤال الاهم اللي الكل يطرحه، كم عدد ارباح اليوتيوب لل1000 مشاهد؟ لذلك تواصلت مع احد اصحاب القنوات المشهورة بالعراق وراح ندخل على احصائيات قناته ونعرف التفاصيل. السلام عليكم شباب، هسه راح نبدي الشرح. ندخل على تطبيق استوديو يوتيوب باحصائيات كاملة، طبعا راح اسوي لكم عليها شرح حلقة خاصة. شباب وقت المشاهدات الفعلي 38,000 ساعة، 38,000 مشاهدة خلال 48 ساعة. زين، طبعا هي قناة مال يعني مال طبخ، وبيها يعني هاي الفيديوهات، طريقة عمل الفطائر وباقي الفيديوهات. شوفوا شباب، هذا أهم شيء. وقت المشاهدة بالدقائق 1,101,504. احفظوا الرقم 1,101,000. راح أراويكم ايش قد أرباح 1,101,000. عدد المشاهدات بالأيام 28 الأخيرة هو 425,000 مشاهدة و828، ومتوسط مدة المشاهدة دقيقتين بوينت 35. هاي أرباح القناة $65.73. زين، وهسه راح أعطيكم تفاصيل الأرباح بالتفصيل. هذا وقت المشاهدة. غير المشتركين 88. هاي إحصائيات ما تهمنا. زين، هاي الفيديوهات هي قلت لكم هي قناة طبخ، كبسة على شي جايبه مال الكبسة والقوزي والكباب المشوي. زين، هسه ندخل على الجمهور. شباب الذكر 66.9% مشاهدة والأنثى 33.1%. عندنا الأعمار، أهم 3 أعمار راح أقرأ لكم إياها، هي من 18 إلى 24 36% من المشاهدات، ومن 25 إلى 34 33% من المشاهدات، ومن 25 إلى 44 15% من المشاهدات. أهم البلدان عندنا العراق 92%، والمملكة العربية السعودية 1.2%. زين، وعندنا تركيا 0.7%، والولايات المتحدة 0.7%. زين، والألمانيا 0.5%. شوفوا شباب، بالرغم أن العراق 92% والولايات المتحدة 0.7%، لأنه هاي 0.7 يعني 0.7% هي تعادل هاي 92%. هسه راح أراويكم الإثبات. زين، هسه ندخل على ما عندنا شي بعد. هاي المحتوى التفاعلي ما عندنا شي، وقوائم التشغيل ما بيها شي. هسه ندخل على أهم شي هي الأرباح. شوفوا شباب، هاي أرباح القناة خلال 28 يوم هي $65.73. زين، من 9 مارس إلى 5 أبريل. هسه نرجع، وعمليات التشغيل ما تهمنا. الإعلانات هذه شوية مهمة. شوفوا شباب، عندنا أنواع الإعلانات اللي تجيب لنا أرباح. إعلانات الفيديو القابلة للتخطي هي 66.6%، هاي أكثر شيء هي تجيب أرباح. والملصقات الصغيرة 20%، والإعلانات الصورية 7.9%، وإعلانات الفيديو الغير قابلة للتخطي هي 4.9%. زين شباب، هسه هنا عندنا على الفيديوهات اللي جايبة أرباح. قلت لكم الكبسة جايبة $25، والقوزي جايب $4، والفلافل جايبة $2، والقص جايبة $2. هذا أهم قسم بالفيديو بالشرح، تفاصيل الأرباح. شوفوا شباب، الولايات المتحدة جايبة $4.81. الكل 1000 مشاهدة، يعني كل 1000 مشاهدة من أمريكا تجي لصاحب القناة تعطيه $4.81. والسويد $4.21، وألمانيا $3.26، والولايات الإمارات العربية المتحدة $2.79، والمملكة العربية السعودية $1.98. العراق 0.67، يعني 67 سنت، يعني تقريبا 3/4 $، كل 1000 مشاهدة. وتركيا 0.59 سنت كل 1000 مشاهدة. يعني شوفوا شباب، قيسوا 1000 مشاهدة بأمريكا $4.81، تقريبا $5، وال1000 مشاهدة بالعراق $3/4، يعني تقريبا كل 6000 مشاهدة بالعراق تعادل 1000 مشاهدة بالولايات المتحدة، يعني أمريكا والسويد.
زين. لذلك هي الارباح بالعراق قليله جدا، لان عندنا احنا يعني المتابعين ما يدخلون على الاعلانات هواي، يعني ما ينزلون تطبيقات وشراء هاي السوالف. زين. المهم هسه شباب خلصنا الشرح واتمنى فدناكم. زين. هسه راح ارجع لكم النظرة عامة للارباح على مود تتأكدون. شوفوا هاي $65، $65 الكل ايش قد؟ هاي الارباح $65.7، الكل 1,101,504. هذه تفاصيل الارباح بالعراق. زين. وشباب هذا اعتقد الفيديو حصري لان ما حد يقدم هيك اشياء خاصة. ومثل ما شفتوا شباب هاي تفاصيل الارباح بالعراق. اتمنى تشرفوني بالاشتراك بالقناة ودعم المقطع باللايك حتى يوصل الفيديو لاكثر عدد من المتابعين. كان معكم اخوكم رسول من قناة الطيار. مع السلامة.